لو بسكوت القمع بيفرش منك في الفرن او بيطلع مكتوم ومش هش، حتى لو بتستخدمي نفس المقادير كل مرة، الموضوع مش حظ. في اسباب واضحة هي اللي بتحدد النتيجة، من اول كمية السكر لحد قوام الزبدة وطريقة اضافة الدقيق. القوام ده بيجي لما كل خطوة تتعامل صح. اعملي متابعة واحفظي الفيديو علشان ترجعيله وقت التطبيق خطوة بخطوة. نبدأ بالزبدة. 700 جرام زبدة. الزبدة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني طرية لكن مش سايحة. لما نضغط عليها بصبعنا يدخل فيها بسهولة، وهو ده القوام الصح للخفق. هننزل عليهم ب 300 جرام سكر بودر. مهم جدا ما نزودش السكر، لأن السكر الكتير من أهم أسباب إن البسكوت يفرش في الفرن وما يحافظش على شكله. هنضرب الزبدة مع السكر حوالي 5 دقايق لحد ما اللون يفتح والقوام يبقى هش وشبه الكريمة. المرحلة دي بتدخل هوا في الخليط، وده اللي بيدي البسكوت هشاشته. هننزل بالبيض واحدة واحدة، كل بيضة تختفي تماما ننزل باللي بعدها. عندي 4 بيضات. نضيف معلقة صغيرة ريحة برتقال أو فانيليا برتقال، ومعلقة كبيرة بشر برتقال، ونص كوباية عصير برتقال. نخلط كويس بعد كل إضافة لحد ما الخليط يبقى ناعم ومتجانس. نخلط الدقيق مع معلقة صغيرة بيكنج باودر. عندي كيلو دقيق، ونبدأ ننزل بيهم تدريجي، ومن هنا نوقف المضرب ونستخدم سباتيولا أو نقلب بإيدينا. التقليب يكون بهدوء علشان نحافظ على هشاشة العجينة. القوام الصح يكون طري وهش جدا، لكن لما نمسك العجينة بإيدينا النظيفة ما تلزقش. لو لزقت نزود معلقة دقيق، لكن بلاش نزود أكتر من معلقتين، لأن كتر الدقيق يخلي البسكوت ناشف ومكتوم، وفي نفس الوقت لو الدقيق قليل العجينة هتفرش في الفرن. نشكل البسكوت في الصينية، الأفضل صينية ألمونيوم، بتدي نتيجة تسوية أفضل وبتحافظ على الشكل. ندخله فرن ساخن في فرن البوتاجاز على أقل درجة حرارة، يعني حوالي 140 في رف فوق الوسط. ولما ياخد لون من تحت هنشغل الشواية وننزل الصينية تحت. هياخد تقريبا تلت ساعة في فرن البوتاجاز، لكن لو الفرن كهربا يبقى على 180 من فوق وتحت في الرف الأوسط لمدة حوالي نص ساعة. ده القوام النهائي للبسكوت. بسكوت هش من جوه وشكله ثابت وما فرش.